ليه وازاي وامتى؟ لو لقيت انك بتسأل نفسك الأسئلة دي يبقى انت محتاج تقعد وتسمع البودكاست ده، يمكن تلاقي إجابة على أي سؤال انت بتسأله لنفسك. أنا مايا رشاد، ودي رابع حلقة من بودكاست عندك واحد نطق وصلحه. ليه بنتعاطف مع الشخص التوكسيك؟ الأول قبل أي حاجة هنتكلم عن الشخص التوكسيك اللي نقدر نوصفه بالهانتر، اللي بيعرف يختار ضحاياه كويس، بيعرف ازاي يشدك اتجاهه وازاي يدخلك من ثغراتك، وكمان يقلب الترابيزة عليك بمنتهى السهولة. ومش بس كده، ده كمان هيحاول يقنعك ان هو الضحية مش انت. هيستعمل اساليب كتير عشان يخليك تحس ان هو الكومفورت والسيف زون بتاعتك، اللي خلاص بقيت مطمن معاه ومش عايز غيره، ومش عايز تطلع من الزون دي ابدا. ومش بس كده، الموضوع بيوصل معاك انك بتغير معاييرك وتخلي الستاندرز بتاعت الشخص التوكسيك هي دي الستاندرز بتاعت الناس الطبيعية. فبيبقى بالنسبة لك ان الشخص التوكسيك هو ده الشخص الطبيعي. هتنكر؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا بسببك اتأذيت جامد. انا بروح لدكتور نفساني في رود الفرج. الشخص التوكسيك في الاغلب بيبقى شخص اناني لدرجة عالية، وبيبقى عايز يستغلك باي شكل من الاشكال. في الاغلب برضه بيبقى شخص بيعرف يتكلم حلو جدا، وطريقة كلامه هتشدك. بيعرف يختفي من حياتك فجأة ويظهر فجأة. فارس الجن. ازيك يا زينات؟ ايه مفيش ويلكم؟ مفيش كان هيلب يو؟ شخص مسيطر بيحب دايما هو اللي يبقى في ايده سلطة كل حاجة، وهو المتحكم في كل شيء. بيبقى داخل معاك العلاقة كنوع من انواع التحدي مع نفسه، يعني انا هعرف اخلي الشخص ده يحبني وهعرف اخليه ينفذ كل رغباتي. وفي الاغلب بيحب يختار الاشخاص اللي بتبقى ناجحة في حياتها كنوع من انواع التحدي. وفي الغالب الشخص التوكسيك مش بينجذب لحد توكسيك زيه، عشان يعني ما بيبقاش فيه تحدي ولا نوع من انواع الاكشن. ايه ده؟ في كتير زي. طيب ليه بقى احنا بنتعاطف مع الشخص التوكسيك وايه سر تعلقنا بيه؟ الموضوع عندنا برضو بيبقى اشبه بالتحدي، ان الشخص ده توكسيك ومعقد نفسيا ومدمر نفسية نص الناس اللي عرفهم، وبيمارس كل اساليب الابتزاز العاطفي والتلاعب على كل الناس، ومعلق 5-6 بيه، وامه مبتدي عليه وابوه متبري منه. بس انا بقى اللي هاجي وهفكسهم. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. الموضوع بيبتدي اننا بنفضل ندور على مبررات للشخص ده، ونفضل ندور على اسباب لدرجة اننا بندور في طفولته ونشوف ايه اللي تسبب في انتاج الشخصية دي. هل ما حصلش على الدعم الكافي من اهله؟ خلاص انا هحتويه. هل اتعرض للعنف الاسري؟ خلاص انا هستحمل تعنيفه ليا. هل اتعرض للرفض من شخص كان بيحبه زمان وكان بيمارس عن الكوستنج؟ خلاص هستحمل التراست ايشوز اللي عنده وهحاول احتويها، اصل غصب عنه يعني. استغفر الله يا ربي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الموضوع شبه لما نتعاطف مع اي سيريال كيلر لما يبتدوا يعرضوا حياته وطفولته، ونشوف قد ايه الشخصيه دي ظلمت في حياتها وتعرضت لكميه عنف وهي صغيره، وهو ده سبب في كل جرايمه، وبنبتدي ندافع عنه وبنلوم الظروف اللي هو اتعرض لها. نعم، إنها المخدرات. في متلازمه كده اسمها ستوكهولم، اكتشفوها بسبب حادثه سطو على بنك سنه 1973 في مدينه ستوكهولم السويديه، لما اكتشفوا ان ال4 رهاين اللي كانوا معاهم كانوا متعاطفين جدا مع المجرمين، وكانوا بيستهزئوا بالجهود اللي كانت بتعملها الحكومة عشان تنقذهم. حتى بعد ما المجرمين اتقبض عليهم كان عندهم ولاء قوي اتجاههم ورفضوا يشهدوا ضدهم. الشرطة في الوقت ده لجأت لطبيب نفسي اسمه نيلس بيجرود، الباحث في علم الجريمة، وقدر ان هو يحلل رد فعل الضحايا وفسر فكرة التلاعب بعقول الرهاين او الضحايا عامة. المتلازمة دي بتخليك تدي مبررات للشخص اللي بيأذيك، تتعاطف معاه، ومش بس كده، ده انت كمان بتدافع عنه. بيبقى عندك ولاء جدا ليه، وبتبقى حابب اللي بيعمله فيك ومش عايز تسيبه. وهو حرفيا في الفترة اللي بتقضيها مع الشخص اللي مسيطر عليك بيتم غسل دماغك بالكامل. علماء النفس لما درسوا المتلازمة دي قالوا ان العلاقة دي بتبدأ لما يبتدي الشخص الخاطف بتهديد الرهينة بالقتل، وبعد كده بيختار انه ما يقتلهاش، فبالتالي بيتم تحويل مشاعر الرهينة من الخوف للراحة والاطمئنان. لا ومش بس كده، ده بيبقى فيه مشاعر كمان من الامتنان انه ما قتلهاش، زي بالظبط اللي بيحصل في اي علاقة مع اي شخص توكسيك. دايما بيهددك انه هيمشي وهيبعد عنك، وانت بتبقى ممتن جدا طول ما هو موجود، حتى لو وجوده ده مؤذي. والله تأثرت فيك، واحدة أبكي. طيب العلاقة التوكسيك ايه تأثيرها علينا بعيدا عن كلام الترندات والكرنجات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا؟ العلاقات التوكسيك بتسبب إيذاء نفسي وعقلي للضحية، وده اللي وضحته دكتورة علم النفس بجامعة سان دييغو الأمريكية.
إن العلاقات دي بتسبب بالشعور دايما بالضعف والاستنزاف وقلة ثقتك في نفسك، ودايما الضحية بيبقى عندها استعداد لأي هجوم مفاجئ من الطرف التاني أو أي تغيير مفاجئ من ناحيته زي الاختفاء الغير مبرر وهكذا. ودايما الضحية بتبذل جهد كبير جدا لإرضاء وإسعاد الشخص التوكسيك، وطبعا كل ده بيؤدي مع الوقت لتعزيز المشاعر السلبية عندها زي القسوة والحقد والكراهية والألم. طيب تعالى نتكلم جد. الأشخاص دي ما بندخلهمش حياتنا، دول بندعيلهم بالهداية أو بنديلهم رقم ثابت. انت مش مختص عشان يبقى عندك أمل لو 1% انك هتكون السبب في تغييره. ممكن توفر التحدي اللي داخله مع نفسك في انك تغيره، في انك ازاي تتخطاه. ده غير انه مش مسؤوليتك اصلا انك تغير حد او تعالجه. انت مع الوقت هتدخل في دايرة متعبة جدا، انك ممكن تبقى واعي جدا باللي بيحصل بس مش عارف تبعد. تعلقك بقى بالعشرة او زعل منك على المجهود، وساعات ممكن توصل بيك انك مش هتحس انك مرتاح غير لو اذيت الشخص ده. ما انت مش هتمشي كده بعد كل التنازلات اللي انت قدمتها وبعد ما ضيعت الوقت والمجهود ده كله. فبيبقى عندك روح انتقامية عالية جدا، وبنسبة كبيرة علاقاتك اللي بعد كده انت اللي بتبقى الشخص التوكسيك. ما هي دايرة وبنلف فيها. الحياة قصيرة، وزي ما قلت لك قبل كده احنا هنا في رحلة، فما تضيعش رحلتك في علاقات هتضيع لك وقت ومجهود وصحة، وكمان هتأثر على كل جوانب حياتك. فحاول تلحق نفسك عشان ما تتقابلش انت والشخص اللي أذاك عند دكتور نفساني في روض الفرج. وفي النهاية يعني لو حابب أو عاوز شوية نضج تاني أو عندك شوية أسئلة مش لاقي لها إجابة، ممكن مش أكيد تلاقي لها إجابة في البودكاست ده، يبقى استنى الحلقة الجاية.